صباح رياضة ورشاقة. صباح الخير يا شافع. صباح الفل يا روح شافع. بقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد؟ طب هخلص بس. انت شايف انا عرقانه ازاي؟ هخش اخد دش واجي اقعد معاك. دش وعرق ايه؟ واحنا بتوع الحاجات دي؟ انا عايزك في موضوع ما يستناش، كلمتين على السريع. خير يا شافع. خير. خير يا حبيبة شافع. احمد انا خايفه عليك، بلاش اللي انت بتفكر فيه ده. بالعكس، انا بعمل كده عشان احمي نفسي واحميكي. اللي زي هيثم ده طالما حطني في دماغه يا عالم هيعمل ايه؟ وهو لازم يعرف لو فكر يضرني او يضرك ان احنا مش هنسكت له وهنفضحه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو ده لو بيخاف كان عمل اللي عمله؟ هو عمل اللي عمله عشان كان مستفرد بيكي، انما دلوقتي الوضع اتغير. انت دلوقتي معاكي راجل هيحميكي، وعمري ما هغفر له اللي عمله فيكي ابدا. بص يا احمد، انا عارفه انك عينه واني عمري ما هقدر اغير لك اللي في دماغك، بس عشان خاطري فكر كويس قبل ما تتصرف. انا خايفه يكون معاه حرس ويأذيك. لا اطمني، هو من كتر غروره عمره ما هتوقع اللي انا هعمله. وبعدين يعني انا هعمل ايه؟ ده انا مواطن غلبان. الموضوع كله رساله وهتوصل في دقايق. خد بالك من نفسك، واول ما تمسك الشغل اطمني. لو لقيته مش قد كده اصبر لحد ربنا ما يفرجها. عندي امل الظروف تتغير في المصنع واشوف لك شغل معانا هناك. يا بدعي بس المصنع عندك انت ما يتقفلش وانا في الاخر ادور لك على شغل. يا ساتر على لسانك يا اخي، طالع لابوك صحيح. بقول لك يا حاج، بلاش تحبكها زياده عن اللزوم في موضوع شافع. بنتك عندها عيال وشافع ده راجل حويط، واوعى تفتكر انه ما رماش الحاجه لحد ما يطمن ان انا ما افتحش بقي خالص. اطمن، اول ما تخلص قعدتي معاه هكلمك. انتوا ايه حكايتكم؟ ما زهقتوش من الودوده؟ في ايه المره دي؟ مفيش ياما، كان بيقرا لي آية الكرسي في وداني. يا سلام، وهي سر يعني ما يعلي صوته وهو بيقراها؟ ما انا مش عاوزك تعرفي انه نازل، انت ما بتحبيش لحظات الوداع. لا المره دي هودعه، اصل انا بصراحه مش قادره اسامح نفسي اني بهدلتك قوي. ودي كانت بهدله بس ياما، ده انا اتمرمطت في الاوضه جوه كده اهو. طيب يا ابن الكلب، ابن كامل الاوصاف. ايوه كده، اعدلي نفسك. بقول لك ايه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وابقى اتدفى كويس بالليل. حاضر. ها، احسن من البحر غدار وقرصته ساقعه قوي. حاضر. وخلي بالك من احمد اخوك، حطه جوه نني عينك من جوه. قولي لاحمد هو اللي ياخد باله مني، اسكندريه دي ملعبه يابا. طيب، وابقى اقسم بقى معاه الكحك والليمون المعصفر، ما تسمسرش، اقسم بذمه وضمير، حكم انا عارفاه. ما خلاص ياما بقى، انت مخلفه هجام عشان تحرم تسيب امك تاني ان شاء الله حتى في الابلكاشات. مع السلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر ياما. عين الله ترعاك يا ولدي. لا اله الا الله. محمد رسول الله ياما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا رب يحميكوا يا ولادي ويخليكوا ليا وما يضرونيش فيكوا ابدا يا رب. وحد الله. ايه يا محمود؟ ايه يا محمود؟ هو انت حد مسلطك عليا عشان تقطع عيشي؟ الاول ولعت في المركب ودلوقتي جاي تضيع السناره فيها يا محمود. انت عايز مني ايه؟ تقولش السناره شقطت لك نص السمك اللي في البحر ده، انت تلاقيك ما طلعتش بسريايه حتى، مع ان امك قايله لي انك طالع من الفجر. امي؟ انت اللي وداك عند امي؟ انا اللي غلطان، انا كان لازم اقول لها ان انت اللي ولعت في المركب عشان تولع فيك وارتاح منك. اصيل يا سالم، اصيل. اتاري الست اول ما شافتني قعدت تبوسني وتحضني، دي حتى سالتني على 20 جنيه سلف. يا نهار اسود، اوعى تكون اديتها يا محمود، هتجيب بيهم ترامادول. عيب، ولا هتوح عن امك. انا نفحتها مياه حته واحده، مش احسن ما تنحرف يا سالم؟ بس يا عم، بس انت جاي عايز اسطولك وجاي تعايرنا. ميايه ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت عارف المركب اللي انت حرقتها بكام؟ ماشي يا سالم، وادي يا عم 200 جنيه كمان لاخويا وحبيبي سالم، اظن كده نبقى خالصين. 50 ايه يا عم؟ 300 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيهم دول. انت عارف المركب اللي انت حرقتها دي بكام؟ انا غلطان، ولا 100 ولا 200، مفيش فلوس خالص يا سالم. خلاص يا اخي، ده انت حنبلي قوي. ايوه كده. تصدق كنت هزعل جدا لو ما كنتش خدتهم. حبيبي يا سالم، والنعمه حبيبي. شعره من دقن الخنزير. انت بتقول ايه ياض؟ لا ما بقولش حاجه يا اخي، ما بقولش حاجه. بقول لك تلعب بورسعيد تاني؟ لا خلاص، مفيش بورسعيد تاني. لقمه العيش ما لفقتش هناك. انا هطلع اسكندريه. يا فرج الله، اسكندريه؟ هو التعيين بتاع الجامعه جه؟
تعين مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها. جات لي شغلانه في ورشه ميكانيكا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ذنبهم ايه الناس بتوع الورشه اللي انت هتشتغل عندهم؟ وليه الغلط ولا؟ ما بس يا اخي، ما انت عارف البق اهبل. قول لي بس وحياه ابوك يا محمود، شوف لي معاك اي شغلانه في اسكندريه. اديك شايف حال مقشفر والدنيا ناشفه. انت تؤمرني بس يا سالم، ها؟ تؤمرني بس. انت عارف اسكندريه كلها صيادين، ومنع الصيد شغال هناك زي ما هو شغال هنا، وانت حمار ما بتفهمش حاجه في الصيد. حتى المهنه اللي ورثها ابا عن جد ما بتفهمش فيها حاجه. لا 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 لا، ليه الغلط ده يا عم؟ انت هتدينا 300 جنيه هتقف تذلنا بيهم؟ طب اقعد يا راجل اسكت، بلدي معرفه يا راجل. اقعد، انا عايزك. اوعى يا عم، مش عايز اعرفك يا واد تاني. انا عايز أخي. اكلمك يا واد. هتوحشني يا ابن اللذين. يا حسين، حالا هكون عندك. يا سيدي ما كانوش كلمتين، الراجل بينصحك لوجه الله واديني النصيحة. على عيني وعلى راسي يا حسين، بس هو محسسني ان في ازازتين خمره تحت باطي ومزتين على حجري. استغفر الله العظيم، تموت وتكبر المواضيع يا حودة. كل ما هنالك ان الراجل صاحب الورشة اللي انت رايح له بيحب يشغل الناس الملتزمة، فما فيش مشكلة انك تلتزم يعني. ما انا متنيل على عيني وباجي على لقمه عيش اهو. هو في التزام اكتر من كده؟ اقول لك على حاجه، خليه يروح ينصح الجامعه تقطع تقرير الامن بتاعي وتعيني واخد حقي. بلاش يا سيدي، خليه يروح يقنع اهل شيرين ان هم يجوزوني بنتهم من غير ما يعرفوني. خلاص حال البلد كله اتصالح، مفيش غير حال محمود هو اللي مايل. لا ما تقلقش، كل حاجة هتبقى تمام بإذن الله، بس خلينا نلحق وقتنا. الموقف يا اسطى. يلا بينا.